انا اسمي هالة سمير، ما كانش حد بيصدق ان انا مفيش علامات للاسلام خالص عليا، يعني الاسم والشكل مش محجبه، فما كانش فيه علامات. يعني ايام اللي انا فيها بعيد عن ربنا انا ما كنتش محجبه. انا ما كانش في حد بيرضى يقول لي بيخاف من منظري مش محجبه. فكان الامر ما فيش الله بتسمعيه. وانا طبعا ايه الحاجه يعني اللي دي لقاء قوي بقى، يعني مش عارفه ايه اللي بتلبس ايه وبتروح فين وقصص كده يعني. طبعا العيال اللي معايا مش ملتزمات، يعني العيال اللي انا قاعدين بيهم امر طبيعي ان انت واحده مش محجبه فتبقى كل الصحبه بتاعتك كده يعني في مره تانية نبقى نحكي عن موضوع الشله. يعني دخلت الاخت وبتكلمهم عن فضل سور القران، فهي تبص لي فانا انتبه ان هي بصالي. ف ف فبعد. طبعا هي شافت الدنيا مين اللي محرك البشريه اللي محرك الدنيا دي فلانه هاله دي. طب نتكلم، قلت لها والله كل واحد أدرى بنفسه وكل واحد أدرى بذنوبه. من أنت وأعظم منك وأكتر منك، والله الله عز وجل هداه وكتب له التوبة. قلت لهم اسكتوا انت، كل واحدة فيكم اللي لا لم مطلعه لي القصة من الطرحة واللي لابسة جيبة قصيرة، لا ما هو يعمل صح يا ما عملش. طب يلا يا جماعة ندعو وأبواب السماء مفتوحة. فأنا ضحكت واستغفر الله استغفر الله من هذا الأمر. فين بقى فين السماء اللي مفتوحة؟ بصيت زيهم زي ما بيبصوا من الشباك على السماء. هالاني المنظر مهما انا اوصف لكم دلوقتي مش زي ابدا ابدا لما انا شفته. وكأن الله يعني يجبر خاطري، يعني وما لي من اله سواه. يعني قرار محتاج كده. قالوا لي صلي بس، يا مش ما اعرفش انا نص لبه دي، يعني يعمل الامر كله يا ما اعملش. قفلت الدولاب بالمفتاح واديت الدولاب المفتاح لبنوته كانت معايا في الغرفه. قلت لها ما تدينيش مفتاح الدولاب باللبس، من ضفر مرسوم عليه ورده، ضفر مرسوم عليه سمكه، كانوا بياخدوها تذكار من الرسم اللي على الضوافر. وبعدين قررت ان انا اغتسل. محدش قال لي ان تغتسلي ولا حد قال لي ان في ركعتين اسمهم ركعتين توبه، لكن هداني قلبي كده. شفتوا الجبل اللي كان بيبقى على كتفك والهم الثقيل اللي على قلبك. انا لما سجدت هم قالوا لي ان انت فضلتي ساجده تلت ساعه، فكان جل عليا كله اللهم صالحني. وجات الاخت جزاها الله خيرا تصحينا لصلاه الفجر، كانت اول صلاه فجر، صليت الخمس صلوات. الامر الثاني اللي حصل قررت اتحجب، وقعدت تقريبا اسبوع ما نزلش الجامعه علشان انا عارفه لو نزلت ما اعرفش هعمل ايه. فكنت ناويه البس الحجاب بقى اللي هو ايه بيترفع كده وبيتعمل كده. ليه تحطي الحجاب هنا والشيطان يمسكه بدبوس هنا والشيطان يمسكه بدبوس هنا؟ وده فعلا الشكل اللي انا فيه حاليا هو شكل الحجاب اللي انا لبسته فعلا. طبعا تطورت بعد كده ولبست ونزلت. طبعا اصحابي في الجامعه مش عايزه اقول لكم بقى، مش عايزه اقول لكم، وانا معديه على يا تمر حنه تمر حنه خليتي بينا وبعدتي عن الورد كله مش بعدتها وعاملين يا طب يا هلا نزلي قص، طب حطي مش عارفه الحلقه اللي طب لا مش كده يعني، طب اعمليها زي الخلايجه اللي هو الحجاب الخليجي ده. ابعدوا عني ابعدوا عني، ده انتوا اصحاب السو، اسكتوا اسكتوا. مش عارفه انطق القران وراح بقى ايه للشيخ هسمع بقى اول ربع من البقره، وقفني في اول صفحه مش عارفه انطق، عينيا يعني مالت دموع. اشتريت اول كتاب كان كتاب وصايا الرسول لعبد الله عفيفي، واقرا بقى والبنات اللي معايا كلهم طبعا كلهم قرروا يتحجبوا، بقينا ننزل الصلوات كلها. كان بدايتي في شعبان، في اول شعبان. فلقيت اختي بتقول لي والله يا هلا احنا مش مأمنين عليكي خير كتير لانك انت واحده اصلا يعني مش محجبه من البدايه، فامر طبيعي ان في اي لحظه تخلعيه. عيطت بقى، ولكن كان لله عز وجل امر اخر معي. اول حد يكلمني ان انا اعبد ربنا بحب، علمتني يعني ايه قيام. قلت لها ايه قيام ايه بس بصلي الصلوات. طبعا موضوع الصلاه ده امر كان جلل يعني عايزه اقول القيام معناها ان انا صدق التوبه مع الله. وجربت وصليت. واحده تقول لي يعني ايه يعني ما كنتيش بتصلي؟ قلت لها ما كنتش بصلي ومش منتظمه. انا عيطت قلت لها طب انت عندك حد سمعك؟ انا ما عنديش حد كان بيسمعني. ساعات البنات لما تيجي تتحجب العيله ما ترضاش، وامي اتصدمت يعني لا وليه وكذا وليه عملتي في نفسك كده. رحت لابي عليه رحمه الله، اللهم ارحم ابي يا رب. قال لي خدي الفلوس دي هاتي بيها اللي انت عايزاه. قلت له عايزه عبايه. قال لي عبايه ايه دي جلابيه يعني؟ قلت له لا عبايه كده طويله عشان مش البس جيبات، انا عايزه عبايه. قال لي خدي اوعي تقولي لامك اللي انا قلت لك.
اوعي تقولي لامي، شو راجل عارف يظبط. بص اداني جيب عبايتين، انا جبت عبايه وجبت بالباقي بقى ايه، شرايط كاسب بقى وكتب وفرحانه قوي. واسمع بقى شريط، كان لسه شريط وفاة الرسول الشيخ محمد حسان، وعيط ومات رسول الله وانا عيط. وفي يوم من الايام سمعنا قصه الحسين نصها والشريط خلص، وانا اقول له ماليش دعوه، لازم اعرف قتل الحسين يا ابي، انا عايز اعرف القصه، ما اعرفش اي حاجه. ودي برضو حاجه من الحاجات تفرح كل بنت، مهما عملتي روحي وارجعي. فاجي في القيام يلهمني الله دعاء اروح اسمعه في المسجد، بعد اروح الاقي اللي انا كنت بقوله ومش عارفاه ومحدش قالهولي الشيخ بيقوله في الدعاء وعيط. يا شباب فرصه تعودوا لربنا، فرصه تتوبوا لله سبحانه وتعالى الان يا رب. انظر إلينا الآن بعين الرحمة يا رب. اللهم من علينا بالتوبة واختم لنا بالصالحات يا رب، اختم لنا بالصالحات يا رب. اللهم جازي كل أخت اتكلمت معايا كلمة طيبة، جازيهم عني خيرا يا رب.